معنا وبعد. أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، هذه الحلقة الثانية من وصيتي، وقد أصبت بهذا المرض الذي أعتبره إيذانا بالرحيل إلى الله جل جلاله، فأحببت أن أكتب وصية ثم وجدت أن أعلنها ليشهد عليها وتشهد عليها الأمة كلها بأنني أوصيت، فأوصيت الأقرباء، وها أنا الآن أوصي سادة العلماء، وقد كنت ألتقي بهم على صعيد الدعوة إلى الله والعلم والتعليم في مساجد دمشق وفي كل مكان ألتقي بالأمة، وهذا شأن العلماء. شأن العلماء أن يدعوا إلى الله في كل مكان وعلى كل صعيد. من شأن العلماء ومن واجبهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا واجب يخص العلماء. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا واجب الحكام. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان إن لم يتمكن من إنكار المنكر بيده أو بلسانه، فليقل اللهم إن هذا منكر لا أرضى به. سادة العلماء، كلكم يعلم بأن اللعنة تصيب المجتمع كله إذا ما ابتعدنا عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قال ربنا جل جلاله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أيها السادة، إن الله جعل الخيرية في هذه الأمة مناطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قال جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وواجب الأمر بالمعروف لا يخص عامة الناس فحسب، بل يخص العامة والخاصة، بل يعم الحاكم والمحكوم على حد سواء. فإذا ما وجدت الحاكم قد ظلم فعليك أن تنصحه، وعليك أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر، وإلا فسيسألك الله جل جلاله يوم القيامة، وستقف أنت وذاك الحاكم أمام الله جل جلاله. يقول الحاكم: إن هذا العالم لم ينصحني، ويتحجج بأنه لم يسمع نصيحة منك يا أيها العالم الجليل، يا أيها الأخ الكريم. إننا سنقف بين يدي الله عز وجل وسيسألنا عن هذا الإرث النبوي الذي وصل إلينا. العلماء ورثة الأنبياء، وواجب العلماء هو ما كان يقوم به الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعلينا ألا نجامل أبدا حاكما ولا محكوما ولا صاحب مال ولا صاحب جاه. ينبغي علينا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم بأن المسؤولية مسؤوليتنا، وأن الواجب واجبنا، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون أن يتسلل الشيطان إلى واحد منا ليقول له: إن لديك أعمالا عظيمة ومؤسسات كبيرة تقوم بها في التعليم والتحفيظ للقرآن، فإذا ما نصحت أو أمرت بالمعروف لهذا الحاكم لعل عملك يتوقف. إننا مأمورون من قبل الله عز وجل بالدعوة إلى الله، كما أننا مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا واجب يتقدم على كل شيء، خوفا من أن تقع الأمة في بلاء. وربنا يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فيا أيها السادة العلماء، أقول سادة العلماء، أنتم من أفاضل الأمة، وقد حملكم الله عز وجل المسؤولية. ينبغي ألا نكون عونا للظالم على ظلمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أعان ظالما ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله
كلكم يعلم هذه الأحاديث التي نقرأها ونحدث بها ونتكلم بها، فعلينا أن نتمثلها وأن نقوم بها دون أن نخاف جائرا أو ظالما أو ما إلى ذلك. فإن الله عز وجل أناط بنا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام، أيها السادة العلماء. ربنا جل جلاله يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اللعنة تصيب المجتمع كله عندما يتخلى أصحاب الواجب، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن واجبهم. فهذا واجبكم يا أيها السادة، وواجب كل عالم حمله الله عز وجل إرث النبوة أن يقوم بما كان يقوم به أنبياء الله ورسله. إن كنتم تحبون حكامكم فعظوهم وانصحوهم، وإياكم أن يسترسلوا في طغيانهم وفسادهم، فوالله إنكم شركاء مع هذا الظالم الذي يظلم الناس إن لم تنصحوه وإن لم تأمروه بالمعروف وتنهوه عن المنكر. فواجب العلماء أن ينصحوا الحكام والمحكومين على حد سواء. سادة العلماء، أعود وأقول بأن هذه الوصية وصية إنسان أصابته مصيبة المرض كنذير بين يدي لقاء ربه سبحانه وتعالى. لعلي أقدم بوصيتي هذه شيئا من الواجب علي تجاه إخواني وأحبابي وسادتي العلماء الذين ينصحون الأمة ويعظونها ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأقول: من واجب العلماء أن يأمروا الحاكم كما يأمر المحكوم، وأن يقولوا للظالم لقد ظلمت، وأن يقولوا للمظلوم طالب بحقك. وهذا ما كنا عليه عندما كنا في الشام إبان بداية المظاهرات، وإنما أردنا أن نصح للحاكم والمحكوم على حد سواء. يا أيها السادة، أنا أريد كذلك أن تشهدوا علي وأنا في مرضي هذا بأنني لن أسكت عن منكر أراه إلى آخر نفس في حياتي. اشهدوا علي بأن أقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولن أتوقف عن ذلك مهما أصابني من أمراض، أو أصابني من إيذاء، أو أصابني من ما يصاب به العلماء من قبلنا ومشايخنا رضي الله تعالى عنهم. فأسأل الله سبحانه